مش واخداها هكسرها لك، ايه رايك بقى؟ هقول لماما وهخليها تمنع عنك المصروف. وريني كده هتعملي ايه؟ هتشوف. انا مش عارفه هعمل ايه في الصيف ده السنه دي. ما يلا نفكر هنعمل ايه في الاجازه. انا عن نفسي هروح المصيف والعب في البحر والعب مع اصحابي. اما انا بقى في قضيت طول الصيف في النادي، اصل زهقت من البيت. ياي انا هقول لدادي يوديني امريكا. اصل بيقولوا هناك الايس كريم يجنن ما انا دقته يا اختي. انا عندي فكره. ايه هي؟ تيجوا نعمل انقلاب. انقلاب ايه يا فيلسوفة عصرك واوانك؟ انقلاب؟ محدش يعرف يعمل انقلاب غيري، حتى شوفوا. هي الحكاية عكس انقلاب، ما احنا مقلوبين خيلجي. هقول لكم ما تستعجلوش، هفهمكم. مش احنا الكبار على طول يقولوا لنا كلوا اشربوا ناموا ذاكروا، مش عايزين. زهقنا بقى من اوامرهم دي. فكرتينا ليه يا مروه؟ ده انا متعذبه منهم ومش عارفه اعمل ايه. كل شويه كولي 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 كولي، لما بقيت باكل بعد خلاص. اما انا في البيت واخد حقي كمان. بقى مرض ايه يا اخويا؟ بقى مرض كل يوم تتضرب 10 ورق. عايزين نعرف هتعمل ايه وقصدها ايه؟ انا قصدي ان احنا ناخد موقعهم وهما مالهمش دعوه بينا. حلوة جوه حكاية المواقع الحربية دي. الواحد من زمان ما لعبش عسكر وحرامية. آخر مرة الواحد لعب بس فيها يا هريم خلينا ايه عايزة ايه؟ ما تخربتيش معايا بالدنتك. يا مروه انا مش مستريحه لك يا مروه. انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ انا عايزه ابقى ماما وبابا اي حد كبير. انتي ماما وانتي بابا وانتي انتي ماما وانتي انور وانتي. يا سلام، فكرة حلوة أوي. أخيرا جات لي الفرصة، وهاخد فيها حق اللي ضايع من سنين. أنا عن نفسي موافق. واحنا كلنا موافقين، لكن هتعملي ده ازاي يا مرارين؟ في البدايه لازم نعرف ايه هي مطالبنا وازاي نحققها، لكن هنعمل ده ازاي؟ لما بيتحط خرابينه. انا عندي فكره. ايه هي؟ تيجوا نعمل مجلس من الاطفال. مجلس ايه؟ مجلس ايه؟ قصدك ايه يا مروه؟ أنا قصدي إن إحنا الأطفال نعمل مجلس لينا يناقش كل أواضينا، ونحط إحنا الأطفال حلول لمشاكلنا من غير ما يدخلوا فيها الكبار. سامعين يا كبار؟ انتي مش شايفه ان الكلام ده كبير قوي
الانتخابات. انتخابات ايه؟ هو احنا داخلين على مجلس الشعب؟ لا، مجلس قاعدة شاي يا اختي. فعلا فكرة الانتخابات دي فكرة كويسة جدا عشان نجمع كل آرائنا في رأي واحد، يبقى صوتنا في النهاية صوت فرد واحد، ونبقى شوية عيال بيلعبوا. هو ده الكلام ولا بلاش اللي لازم نعمله؟ طب نبدأ ازاي؟ مين بقى هيرشح نفسه في الانتخابات دي؟ أنا هرشح نفسي، جميل. واللي مش هينتخبني هحرمه من المصروف. جو. كفاية هزار يا أحمد، كل واحد فينا يفكر هو ينتخب مين. أنا هرشح نفسي في الانتخابات. وأنا هرشح نفسي. أنا هختارك يا مروة. وانا هختارك يا احمد، بس تشرب لي كوبايه شاي تمام. وأنا هختارك يا مروة. محدش عايز يرشح نفسه قبل ما يتقفل الأوكازيون. يلا بينا نبدأ الانتخابات. يلا بينا. باسم كل مصري هيجيله يوم ويكبر، باسم الزرع الأخضر ونبض الطفل الأسمر، باسم النيل يخضر كل رمل أصفر. قررنا احنا الأطفال نعمل احنا انتخابات ونوصل صوتنا الحر إلى أعلى المستويات. يلا يا ولاد، يلا يا بنات، حان ميعاد الانتخابات.
اختي الرئيسة، انا عايز اطلب منك طلب. لي انا طلبات كتير. اقول لك ايه؟ اول طلب منهم نفسي اروح الملاعب، والطلب الثاني نفسي العب كوره على طول على طول كده اهو، العب كوره على طول كده اهو كده اهو. ايه عايزين ايه؟ بقول عليكم لو سمحت، احنا كلنا لنا مطالب، لكن لازم تكون مطالبنا اشياء مهمه للحياه، صح ولا مش صح؟ بقول لك ايه؟ انا مش هرجعك ولا هاجي ناحيتك خالص. سلام عليكم. من فضلك يا مروه كملي البرنامج بتاعك. في البدايه لازم نحدد اهداف، لازم نعرف ايه هي حقوقنا، وما نسمحش لحد يتحكم فينا، وكل قراراتنا مصدرها احنا. مش عايزين اي وصاية من الكبار. هنعيش احنا الاطفال لوحدينا، هنلعب في حدود ونذاكر في حدود. مفيش حاجة اسمها مذاكرة على طول، ومفيش حاجة اسمها لعب على طول. انا معترض. السلام عليكم. مرة يا إما بلاش واحدة غير ما تنفع عليك. مرة يا إما بلاش واحدة غير ما تنفع عليك. مرة يا إما بلاش واحدة غير ما تنفع عليك. مرة يا إما بلاش واحدة غير ما تنفع عليك. مرة يا إما بلاش واحدة غير ما تنفع عليك. مرة يا إما بلاش واحدة غير ما تنفع إخواني المشردين في كل العالم، لقد حشرت نفسي قصدي رشحت نفسي من أجلكم أنتم ومن أجل أنا برضه. إخواني، سوف نحطم كل القيود ونستعمل طقطق هشة الشرطة. وسوف نستخدم كل الطرق المشروعة والغير مشروعة، بس مش عايزة أقولها لأحسن الكبار يعملوا معانا حاجة عملوها أول امبارح كده. فاكرين؟ حتى نحصل على كل حقوقنا. الراجل الحق يحب الحق، الراجل الحق يحب الحق، الراجل الحق يحب الحق، الراجل الحق يحب الحق. شكرا. حد كل واحد فيكم ونش صغير عشان يشيل بالهم عن نفسه شوية. الراجل الونش يحب الونش، الراجل الونش يحب الونش، الراجل الونش يحب الونش، الراجل الونش يحب الونش. هديك انت ونشين عشان انت زعلان قوي شكلك. تشكر يا ريس. وحد كل واحد كورة وجزمة كورة. الراجل الكورة يحب الكورة، الراجل الكورة يحب الكورة، الراجل الكورة يحب الكورة، الراجل الكورة يحب الكورة. يا اخوانا ما تستعجلوش، ده احنا اللي دهنا الهوا مراب على كده، على بطنسة ليه؟ حتى دوق. يلا واحدة وحشة وحشة بنتي دوق. اخواني، سوف نطالب الكبار بان تكون كل حياتنا لعب في لعب، مفيش حاجه اسمها مذاكره. ينظر دينك مش عايزينها، ينظر دينك مش عايزينها، ينظر دينك مش عايزينها، ينظر دينك مش عايزينها. يا اخوانا، انا البرنامج بتاعي مش بتاع مذاكره، امال بتاع ايه يا مسؤوله؟ البرنامج بتاعي مش بتاع مذاكره. البرنامج بتاعي، البرنامج بتاعي، البرنامج
خلاص خلاص خسرت الانتخابات، خسرت كل شيء. يا احمد يا احمد، عايزة ايه؟ خلاص يا احمد الانتخابات خلصت. خلاص، ما خلاص خسرت الانتخابات. طب الكل بيضحك عليا. احمد انت ليه بتقول كده؟ ما هي دي الحقيقة، محدش يقدر ينكرها. انت ليه واخد الموضوع بحساسية كده؟ حساسية؟ انتي مش فاهمة حاجة. فهمني. انتي متعرفيش انا متعذب قد ايه. ممكن تفتح لي قلبك وتحكيلي؟ هقولك، انا عايش في البيت كأني غريب. ماما وبابا على طول بيزعقوا فيا، على طول زعيق فيا بسبب وبدون سبب. اكيد انت بتعمل حاجات غلط كتير. والله ابدا، حاجات عادية. انا ساعات بحس اني غريب، ابقى محتاج انهم يسمعوني ويفهموني، حتى يكلموني. ابقى محتاج اصرخ واقول ماما بابا، وانا عارف ان محدش هيسمعني. عشان كده احنا عملنا الانتخابات، عشان نقول لابانا احنا هنا ما تنسوناش. لما اتعملت الانتخابات كان نفسي انجح وابقى الرئيس، عشان اقول لهم انا ناجح برضه. اللي عنده الاحاسيس دي لازم يكون ناجح. خلاص خلاص، انا عايش ليه؟ عايش ليه؟ استغفر ربنا يا اخي الاول، بعدين الحياه ما وقفتش. لازم نبدا مع بعض من جديد ونحط احنا حلول لمشاكلنا. احمد يا احمد، هات ايدك معايا ونبدا مع بعض من جديد. هات ايدك. ايدي نبدأ من جديد. نبدا من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم كل أطفال مصر يسعدني أن أبدأ أولى جلسة، وأشكركم على الثقة الغالية التي حصلت عليها منكم أصدقائي الأطفال. ليكن صوتنا هو الصوت الصادق المعبر عن مشاعرنا في كل القضايا التي سوف نناقشها. ومعنا اليوم أحد الكبار والذي سيمثل كل الكبار. اتفضل يا جد. اتفضل يا جد. يا جد اتفضل يا جد، اتفضل يا جد. يا جد انا كنت هنا اهو. انتوا عاملين ايه؟ انا عايز اعرف بالظبط انتوا يا اختي عاملين ايه؟ مؤتمر ولا محاكمه للكبار؟ ها؟ وانتوا فيها القاضي كمان ولا ايه بالظبط؟ عايز افهم بقى. انا هفهمك دلوقتي يا جد. فهمني. بصراحة بقى هي محكمة، ده انتوا تعبتونا قوي. يا مين يحكمني فيكم وانا اوريكم. ليه كده؟ كده يا ابني. اتفضلي يا قطوطة، قولي مشكلة. اتفضلي يا اخي.
كلكم عايزين تعرفوا انا مين؟ انتي مين؟ انا قطوطة، نصي قط والنص التاني قوطة، يعني كلي على بعضي قطوطة. انا مشكلتي كل ما ارقص ولا اغني ماما وبابا يقولوا لي اقعدي يا قطوطة ذاكري يا قطوطة، اقعدي يا قطوطة ذاكري يا قطوطة. نفسي ماما وبابا يسمعوني، يعرفوا لما ممكن ارقص، ممكن اغني، وممكن اذاكر كمان. ممكن تورينا ممكن هتعملي ايه؟ انا ممكن ارقص وممكن اغني. طب ورينا. ممكن ترقصي؟ ابدا يا قطوطه مش غلطانه ابدا. لازم بابا وماما يعرفوا ان الهوايه مهمه خالص، ولما يكون عندك هوايه لازم يشجعوك. لما يكون حد يحب القرايه نجيب لهم كتب، لما حد يحب الرسم نجيب له الالوان. الهوايه جميله خالص وبتكمل شخصيتك وما تعطلكيش عن المذاكره ابدا ابدا، بالعكس بتفتح نفسك للمذاكره. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ صح يا جدي. وصليه لبابا وماما. شكرا يا توت. اتفضل. حكمت المحكمة حضوريا بالحكم على الكبار بالإعدام اعدام ايه؟
مشاكل البنات اللي في سني. كل ما اخرج الاقي ماما وبابا عملوا لي قصه ومواضيع، رايحه فين وجايه منين، واخويا يخرج زي ما هو عايز ويجي زي ما هو عايز. فين المساواه هنا؟ ولا المساواه هنا للولد وبس؟ انا عايزه حريتي من ظلم الكبار لينا. ينصرتني يا ده ايه الحلاوه دي؟ ايه الكلام اللي بيمجد سكر ده؟ الواحده ما سمعتهوش من زمان، من زمان قوي قوي. اتفضلي كملي يا اميره. يا اخوانا احنا مشكلتنا كبيره قوي، عايزين حد يسمعنا، عايزين حد يفهمنا، احنا مش لاقيينكم يا كبار. هيطلع كل كلامك ده صحيح، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ده الظلم حرام حرام والله. ما تزعليش، ما تزعليش يا بنتي، ما تزعليش يا حبيبتي. ان شاء الله كده لما تكبري ويبقى عندك اولاد هتحسي ان انت بتحبهم كلهم زي بعض، كلهم زي بعض. وبعدين عايز اقول لك حاجه كمان، اذا كان يعني الولد بيخرج وبيجي كده يعني حسب مزاجه او عرض، مش انتيالي ده مش عرض، مش دايما، مش منطقي ابدا، لا 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 مش دايما. انما بقى حكايه ان احنا بندقق مع البنات ففعلا ندقق مع البنات لان احنا مجتمع شرقي. يعني ايه شرقي يا جد؟ شرقي يعني لنا ديننا، لنا عاداتنا، لنا تقاليدنا، لازم ما نقلدش حد ونعتز بمصريتنا وشخصيتنا. ما نقلدش حد. فاهمه الكلام ده؟ فاهمه الكلام ده ولا مش فاهمه؟ فاهمه يا جد. احنا لسه غلطانين يا بنتي. غلطانين يا جد. ربنا يهديك. شكرا يا اميره. اتفضلي يا قطي. حكمت المحكمة حضوريا بالحكم على الكبار بالإعدام. اعدام ايه؟ جبت الواد ده منين؟ الواد ده جه منين؟ ايه؟ وما انا واحده من الفلاحين، هتقول لنا مشكلتها. الفلاحين؟ امال انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي عويصه قوي. اصلا انا فلاح، بحلب الحماري واركب الجاموسي. ايه؟ قصدي بحلب الجاموسي واركب الحماري اللي هي القطر الدشاش في بلدنا اللي بيوصلنا كل حته. امال انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي اني مش حاسه اني بالانفاق، عشان في الصبح بروح مع ابويا شغال وبعد الظهر بروح اشتغل معاهم في الفطار. ده انا بشوف في التلفزيون البنات بيلعبوا كومباس. كومباس ايه؟ اسمه جمباز. ايوه البتاع اللي بتقولي عليه ده، وحاجات غريبه معرفش عنها حاجه. ده انا دخلت الصوت بتاع النحو الامي بتاعت الست كريمه اللي بتطلع في التلفزيون عشان اعرف اقرا وقت، لكن مش لاقيه وقت. عشان كده انا مظلومه من الكبار وبطلب عليهم يا سياده الرئيس، وبطلب عليهم بالاعدام يا سياده الرئيس. بالايه؟ أنا جاي. حكمت المحكمة حضوريا بالحكم على الكبار بالإعدام. عيب يا ولد. ما تزعليش يا بالراحه يا حبيبي، ما تزعليش. معلش لازم نعذر اهالينا، لازم نعذر اهالينا، وفي نفس الوقت نقول لاهالينا ان حكايه الفقر دي مش شرط علشان ما اعلمش ولادي، لا ده انا ادبرها من تحت الارض عشان اعلم ولادي. التعليم مهم خالص، انما حكايه الفقر دي واشغل عيالي كده علشان يكسبوا كده، لا التعليم مهم ومش هنتقدم في بلدنا الا بالتعليم.
عليك. وبعدين يا اختي ما شاء الله انت قدامك الفرصه موجوده والاميه موجود، وان شاء الله تلاقي وقت وتاخدي شهاده وتتعلمي، لان التعليم سلاح مفيش بعده سلاح. فهمتيني يا حلوه؟ ايوه يا جدي. مع الف سلامه يا اختي. شكرا يا فلاح، اتفضل. الحمد لله. ومعانا واحد من اهل الصعيد صعيد؟ هيقول لنا مشكلته. اتفضل يا هريدي. شادي قول لمحمد يخش كده عشان الضوء ما بيطلعش في الضلمه بتاعته. قول له يخش كده عشان الضوء. شاور له بس، شاور له. طفل صعيدي. شاب صعيدي. وانا طفل صعيدي؟ قولوا كده. ايوه يا جدي، انا كنت طفل وبعدين كلت قصب. ايه جابك؟ هو سبب كويس؟ ايه جابك عندنا يعني؟ عايز ايه؟ انا عايز حد يدلي، عايز حد يزودني. على ايه؟ بالراحه، انت عايز ايه؟ انا عايز حد يقول لي احنا هنذاكر ليه؟ احنا ما بنحبش المذاكره وعايز نلعب كوره على طول عمرنا. وعشان كده انا مش عايز نذاكر واصل وعايز نقعد نلعب كوره على طول. يا سلام يا سلام يا سلام، جاي من الصعيد مخصوص عشان تلعب كوره على طول وما تذاكرش. ايوه دي فكره برضه. تعال نتكلم بالعقل. تعال. ليه شايفني بتكلم من مناخيري اياك؟ انا شايف مناخيرك من وشك طويل كده. شكلي اسمع يالا، خد تعال. خد يا ابني. بص يا حبيبي، لازم تعرف كويس ان التعليم مهم، اساس كل حاجه، ولسه قايلها من شويه. اساس ها انت عمال تلعب، اتخبطت لك خبطه زي دي كده وقعت ما قمتش. هتعمل ايه؟ ما فكرتش بقى هتعمل ايه بعد كده؟ لا ما فكرت في ايه؟ طب هتشحت على الابواب يا اخويا، هتشحت على الابواب. واحنا عندنا ارض يا جدي. مش هتنفعك الارض. ليه؟ اسمع كلام، اسمع كلام. حاضر يا لازم جدي. تتعلم، شهادتك مهمه وفي نفس الوقت تلعب، ما فيهاش حاجه. حتى على الاقل تبقى لعيب مثقف، تبقى قدوه لغيرك يا اخي. ومثقف ازاي يا جدي؟ يعني امسك الكتاب كده اهو العب الكوره كده اهو. ازاي؟ العلم سلاح يا ولا لغدر الزمان. خدر الزمان. ايوه شايفني هنحارب. يا ابني افهمني يا حبيبي. ايوه. سلاح. شوف التعليم هتدفعك شهاده، هتشترك في التامين الصحي، هتموت ببلاش، ما فيهاش حاجه. هموت ببلاش. مش هتغرم حاجه يا انا ولا. لسه عايش عشان اموت يا جدي. لا حول الله يا رب. حاضر حسابات عليا. وانتوا كلكم في الصعيد ممكن ناشف، بس والله في ناس محترمه في الصعيد وناس محترمه جدا. انت جيت من الصعيد اصلا؟ اكيد يا انا جدي. اشك في كده، انا اشك والله. لا ده انا صعيدي صعيدي يا جدي. شوف ليه؟ هقول لك كلمه ما تنساهاش. ايوه يا جدي. زي ما قلت لك كده، نعم. التعليم مهم جدا جدا. زي ما قلت لك اديت لك المثال دلوقتي. احسب التعليم وجنب التعلم. مهم تاخد شهادتك وتلعب وتبقى انسان مثقف، لعيب مثقف ما فيهاش حاجه، تبقى قدوه زي ما قلت لك لغيرك يا اخي. روح مش قادر افهمها دي. روح يا شيخ، مش قادر افهمها. فكر في الكلام ده تاني، فكر مش في الكلام ده قادر. تاني. مش قادر؟ بايظه. اشرب لك كوبايه شاي. شكرا يا سعيد. اتفضل. روح الله يهديك. حكمت المحكمة حضورية بالحكم على الكبار لا، بالإعدام. انا همشي من هنا. شكراً. الواد ده تكتب ليه؟ يلا. انا بقى عايزه اتكلم واعبر عن رايي اللي محبوس جوايا من سنين. سنين ايه؟ انت طلعت من البيضه؟ لا ده انا طلعت منها من زمان، وهتكلم وهقول كل اللي في نفسي. ليه يا كبار يا مدرسين لما حد بيتكلم في الفصل تضربوا الفصل كله؟ الظالم مع المظلوم. هقول لك يا حلوه يا امور، دلوقتي انت قاعده في الفصل وعمالين يتكلموا، وبعدين المدرس بيشرح الدرس، ازاي هنركز مع المدرس وعمالين تتكلموا في الفصل؟ مش انا اللي بتكلم، دول زمايلي. يبقى لازم كانت تقولي لزمايلك خدوا ساكتين عشان نفهم الدرس ونركز مع الاستاذ. ولا كلام غلط. صح يا جد. طب بلاش دي. ليه ماما وبابا على طول يقولوا لي في البيت كولي 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 كولي؟ لما بقيت باكل في بعض خلاص وخايفه
واكلكم انتوا كمان يا كبار. ساتر يا رب. لا يا اختي لا. بص يا حبيبي، بص يا اختي، ماما وبابا بيقولوا لك كلي 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 ليه؟ عشان ايه؟ مش عشان تكبري وتبقي حلوه واموره. وبعدين الاكل ده مش كله غذاء، كله فيتامينات تبني الجسم وخلايا الجسم وتبقى حاجه حلوه وما يجيلكيش امراض. ماما وبابا عايزين غير كده ايه؟ وبعدين قولي لي بقى، دلوقتي في عربيه بتمشي من غير بنزين؟ في يا جد. فين؟ بالكهرباء. طيب ما هي الكهرباء طاقة، وبعدين احنا كمان محتاجين للطاقة. بناخد الطاقة منين؟ من الغذاء اللي بناكلوه يا أمورة. فهمتي بقى دي؟ ولا عيد تاني؟ فهمت يا جد. شاطرة يا حلو. شكرا يا مي، اتفضلي. الحمد لله. ياي ايه الحر ده؟ فين الاسم ده؟ انا زهقت بقى، عايزه اقول ماي سبيتش بتاعتي. اتفضلي قوليها. انا مشكلتي اني ما عنديش مشكله، اي حاجه عايزاها بلاقيها على طول. ودادي بيقول لي اني اجمل واحلى واحده في الدنيا، عشان كده لازم اخد كل حاجه. امال انت جايه هنا ليه؟ انت فاكرانا قاعدين في الدكسو؟ ايه الدكسو ده؟ انا عايزه منه 3. معلش قصدها الديسك. امال انت ايه مشكلتك؟ ايوه افتكرت. يا سمسم. سمسم. يا سمسم. يا سمسم. مين سمسم ده؟ اخوكي؟ لا. يا سمسم. زميلك؟ لا. يا سمسم. امال سمسم ده يبقى مين؟ ده يبقى مين؟ الكلب بتاعي. كل ده عشان الكلب بتاعي. امال لو كانت قطه كنت هتعملي ايه؟ ماله الكلب بتاعك يا ست؟ اصله وحداني. محدش يمسكني، محدش يكلمني، سيبوني عليها. الكلب بتاعي وحداني. قلت لدادي جيب لي كلب تاني عشان يبقوا صحاب، لكن الكلب بتاعي مرضيش. يا سمسم. يا سمسم. يعني احنا هنعملك ايه؟ معرفش، هي دي مشكلتي ولازم تحلوها لي. والله اظن دي مش مشكلة كبيرة تحتاج نضيع عليها وقتنا. حتى انتم انا زعلت خلاص. لا كله إلا الزعل يا توتو. تعالي يا توتو يا حلوة، تعالي يا ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ بقول لك ايه، شوفي بقى، بابا وماما غلطانين. قولي لي ليه؟ ليه؟ لأن كل حاجة تطلبيها اتفضلي، كل حاجة تطلبيها اتفضلي. ده يبقى اسم دلع. حتى علماء الصحة النفسية بيقولوا إن ده كلام مش مظبوط، يعمل في الشخصية شكل كبير يا حبيبتي. وبعدين لازم تعتمدي على نفسك. مفيش بابا وماما، تعملي إيه؟ راح بابا وماما بتعملي إيه؟ تجيبوا منين تاني تجيبيهم؟ لازم بابا وماما يبقوا ماشيين باعتدال، اعتدال واجب. مش عايزين الدلع زيادة عن اللزوم ونخلي ولادنا عندهم شخصية. فاهمة الكلام اللي أنا بقوله يا حلوة؟ لازم بابا وماما يعرفوا الحكاية دي. وبعدين حكاية الكلب اللي أنت عمالة تربي فيه، ما تربي قطط على الأقل، ما نلاقيش فيران في البلد. هشوف دادي، هشوفه موافق ولا مش موافق. يا شكرا يا دي. يا لولو. مين لولو ده؟ يا لولو. مين لولو ده؟ ده يبقى الجحش بتاعي. يا لولو. اصل جبت له حمار عشان هو وحداني. الواد ده شقي، الواد ده شقي والله. يا لولو. يا سوسو. ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا قاعدين بنحط حلول لمشاكلنا. طب انا عندي مشكله وتعباني قوي، ممكن اقولها؟ اتفضل قولها. قول يا أخويا. انا مشكلتي يمكن مش زي اي مشكله هنا. انا مشكلتي ان والدي ووالدتي مسافرين بقالهم 5 سنين. 5 سنين مسافرين؟ 5 سنين ما شفتش والدي ووالدتي. 5 سنين يا حبيبي. كل سنه ابعت لهم في جوابات
عندك حق في كل كلمة قلتها. الله يقطع الفلوس واللي اخترعوا الفلوس. لازم الآباء يشعروا ويحسوا ويؤمنوا بأن وجودهم جنب ولادهم أهم من شيء، أهم من الفلوس وأهم من كل حاجة. حنان الأب والأم ما يتعوضش ولا يتقل بالفلوس أبدا. ارجعوا من بره وشوفوا أولادكم قبل ما يضيعوا يا ناس. وانت يا ابني يا حبيبي هقول لك كده، استعن بالصبر والصلاة. استعن بالصبر وايه؟ والصلاة. إذا ما كنتش بتصلي تروح تتعلم الصلاة، تجيب كتاب تسأل حد كبير وتقول له ازاي اتوضى وازاي اصلي، تتعلم ربنا هيكرمك وهتبقى مرتاح البال. خلاص؟ شكرا يا جدع. العفو. ومعانا واحد من أهل اسكندرية هيقول لنا مشكلة. اسكندراني؟ ايه هو؟ أشد الشبكة تطلع سمكة. طول عمري مولود في المية والرزق يحب الخفية. أنا مشكلتي تبدأ وأنا طفل صغير. كان أبويا نازل يستخدم المركب وفي لحظة واحدة قامت الريح وضاع المركب وضع أبويا ويا المركب. أنا وأخواتي ما جبناش شيء. بقينا تايهين زي المركب من ربنا. كان لازم حد يضحي عشان أنا تعيش. وضحيت وسبت طفولتي وسبت مدرستي، حتى سبت نفسي للدنيا. كنت فين يا بابا؟ كنت فين لما دورت عليك؟ كنت فين يا عمي؟ كنت فين يا خالي؟ كنت فين؟ ما لقيتش حد منكم حد يرد عليا. كنت فين؟ رحتوا فين؟ ولا انتوا بقيتوا ناسيين؟ ما تزعلش يا صياد. انا عايز اقول لك حاجه هتريحك. الصيد يا ابني مهنه شريفه، وانت اتعلمت الصيد. حافظ على المهنه دي يا ابني. ده حتى مهنه الصيد بتكسب دلوقتي احسن من موظف الحكومه يا ابني. بس انت لازم تحافظ بقى على الشرف والامان وما تبقاش طماع عشان يعرفوا ناكلوا سمك. وبعدين حمل الصعاب واصبر، لان لازم تعرف ان في مصر ناس كتير اتحملت كتير ولاقوا حاجات كتير في دنياهم وتحملوا الصعاب ونجحوا
ونجحوا وخدوا بإيد مصر لقدام، عايزينك أنت كمان تبقى منهم يا أخي. فهمني يا صياد. زي مين يا جد؟ زي مين؟ نجيب محفوظ، طه حسين، دكتور أحمد زويل، وغيرهم كتير كتير. احنا عايزين نكتر من الناس دي. لازم تبقى مثال كويس وتصبر يا صياد، وربنا موجود ما تنساش. قول يا رب. يا رب. فهمت الكلمتين دول؟ فهمتني؟ يا جد. ألف سلام. بس ما تنسانيش بسبب تاني. شكرا يا سيار. كلكم عايزين تعرفوا انا مين. انت مين؟ انا ابن مينا، انا ابن احمس، انا ابن احمد عرابي، انا ابن سعد زغلول، انا ابن مصطفى كامل، انا ابن كل المصريين. انا ابن الشهيد اللي ضحى بحياته عشان تعيش يا مصر حرة. كلكم بتتكلموا في مشاكل كلها صغيرة. يا اخوانا مصر عايزاكي انت وانت، وعايزاكم انتوا، عايزانا كلنا. مصر عايزة اللي يزرعها، مين هيزرعها غيرنا؟ مصر عايزة اللي يبنيها، مين هيبنيها غيرنا؟ مصر عايزة ولادها كلهم صعايدة وفلاحين وصيادين وعمال وبنايين. يا اخوانا لو كنتم بخير وتقدم وجبة تضحية ضحى بحياته عشان مصر بلدنا. انتوا مش عارفين بحس بايه لما بشوف كل اصحابي مع اهاليهم. بيبقى جوايا احساس بالحزن واحساس بالفرح. ببقى عايز اصحى واقول انت فين يا والدي؟ انت فين؟ رحت فين؟ غبت فين؟ فضلني لوحدي يا حزين. لكن لما بفتكر بفتكرك يا مصر بقول في نفسي فداك يا مصر. انا وابويا وامي وكلنا فداك يا مصر. يا ابن مصر، هي دي مصر وهم دول ولاد مصر. عاوز اقول لك يا ابني، والدك ما راحش هدر، والدك مات شهيد في سبيل الله وهو في الجنة. هو في الجنة يا ابني، هو في الجنة. هقول لك حاجة ما تنساهاش. في القرآن آية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله. خليك ماشي على نفس خط والدك. برضه هقول لك تاني استعن بالصبر والصبر. خلاص يا ابن الشهيد، ابنك باباك ما راحش هضر ابدا ابدا، ومصر عمرها ما تنسى ولادها ابدا. روح يا ابني ربنا يبارك لك. يا جماعة احنا مشاكلنا كبيرة أوي. احنا محتاجين حد يسمعنا ويفهمنا لما نغلط. احنا محتاجين حنية الكبار. احنا محتاجينكم يا كبار. ما
تزعلوش اكبر مني، ده غلطنا دوت مش مني. لو كنتم انتم فاهميننا لغلطنا ولا حد عاقبنا. يوماتي كده كده ناسينا، ليلاتي كده كده سايبيننا، ساعات كتير مش لاقيينكم، اوقات كتير مش بنشوفكم. ده احنا ما نستغناش عنكم ولا انتوا ناسيين اولادكم؟ احنا الصغار صغار كبار، احنا الصغار مش ناسيينكم. عايزين نفكر بالراحة، عايزين نتكلم بصراحة، عايزين نوصل أصواتنا لكل حتة في دنيتنا، عايزين نوصل أصواتنا لكل حتة في دنيتنا، عايزين نوصل أصواتنا لكل حتة في دنيتنا. في النهاية حبينا نوصل صوتنا ليكم يا كبار، مش عشان تزعلوا مني، لا، عشان نقول لكم ان احنا بنحبكم، وهنقول لكم في النهايه زي ما قالوا زمايلنا ما تزعلوش يا كبار مني. واحنا كمان مش زعلانين منكم، ده احنا مبسوطين منكم. انتم كنتم غلطانين واحنا كمان كنا غلطانين. كان لازم ننزل ليكم، لازم نوفر الوقت ونقعد نتكلم معاكم ونشوف مشاكلكم. وهقول لكم ما تزعلوش يا صغار، ما تزعلوش يا صغار. بدور الجد استاذ مدحت العتال، واللي قام بدور الصعيدي حسام الطحان،
واهلا بكم جميعا، وان شاء الله يكون حد اعجابكم العرض. ومن الحبيب المخرج طارق كاتب النص. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل اعمالوا فاستغفر الله عملكم ورسوله المؤمنون. انا بشكر جدا جدا دكتوره بسريه ومدام فوزيه اللي تعبت معايا قوي قوي قوي، ومدام عايده وشيناز وغاده مش فاكر، وكل اللي واقف معايا، كل اللي واقف معايا، وعبير، كل اللي واقف معايا. بشكركم كلكم، وبتمنى نعمل حاجه احسن من كده. بتمنى ان شاء الله. دلوقتي مع الدكتوره سهير. لا ابدا، ده انا اللي بشكرك لانك قدرت تكتشف مواهب تمثيليه خطيره. الحقيقه الواحد قاعد يعني معجب بيهم، وبتمنى ان هم يكونوا نواه لفريق تمثيل من براعم لجنه المراه والطفل. نتبناهم ونعمل منهم ان شاء الله فريق قوي نخش المسابقات.